سلام عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. معاكم مهند من قناة مهند 8 ال. النهارده يا شباب الحلقة التاسعة من سيرفر ميكرو. في الحلقة دي يا شباب هنبدأ في صناعة آلة الحفر الأوتوماتيك، يعني تحطوها في الأرض هي هتبدأ تجيب لنا موارد. تمام، فيلا بينا. قبل ما نبدأ يا شباب متنسوش اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس في القناة عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، يلا بينا نبدأ يا شباب. فدلوقتي يا شباب قبل ما نبدأ هبدأ أفرجكم على الزبون الحاجات الجديدة اللي فيه. طبعا معايا في السيرفر دلوقتي دراجون، وده سبونر دراجون اللي عامله تقريبا. هو دراجون اللي عامل السبونر ده يا شباب. تمام، وأنا كنت عامل سبونر. تمام، هو ده شكل السبونر بتاع دراجون. فأنا دلوقتي أوريكم التغييرات اللي عملتها في المصنع. تمام، في الأول فالتغييرات اللي أنا عملت تحت الجلوستون هنا. تمام، دخلت النظر وجمعت وعملت جلوستون هنا، عملت مكان للمصنع. طبعا ده أول دور مش هيكون فيه حاجة، فتاني دور لاستو، تالت دور لسه للبنت. هفرجكوا على السبونر بتاعي يا شباب الجديد اللي أنا لسه عامله. هنا مكان الصاروخ، فأنا لسه محطوش فلوس الدروع. ثواني يا شباب كده. إيه ده؟ فكروا هربان محمد ده ولا إيه ده؟ حط هو نايم. قوم يا حبيبي، قوم يا حبيبي. أيوه، تعالى تعالى تعالى. فخلاص مش مهم، خليك. فاروح اتفرج على السبونر بتاعي يا شباب اللي انا هعمله. تمام، فهنا الممشى بيوديني على طول على، نزلنا على السبونر بتاعي. فنزلت على السبونر. طبعا ده السبونر شباب وشغال كل ما يعمل. فانا من غباء يا شباب قبل ما اصور فكنت عايز امسح ملفات التم اللي هي متخزنه. فبالغلط مسحت ملفات اللعبه كلها يا شباب، كل حاجه اتمسحت كل حاجه اتمسحت من الخريطه، وكل حاجه راحت. ف والحاجات اللي احنا استكشفناها راحت. فعادي تمام. طبعا انا حاطط محمد كان عارف ليه كتاب اكس بي اسمه اكسبيرين بوست في. تمام، دلوقتي باكل على السبونر. تمام، دلوقتي هنبدا نروح نجيب حاجات الآلة دي اسمها كواري. هنبدا نطلع. اول حاجه عايزينها تقريبا ستيشن ده وحاجات جت عايز حاجات كتير أوي. فتقريبا عايزين. تمام، دلوقتي الشباب عايزين أول حاجة نعملوها الأدينيوم ده. ده كان معايا تقريبا، معايا كميات منهم تقريبا. لما طلعنا حلقة الفضاء لسه متفرجش عليها، روح اتفرج عليها يا شباب. لقينا الأنجل ده تقريبا ما أعتقد. أيوه، فهنا شوف خدت الكروز، نزلت جمعت موارد أنا محمد. فاحنا عايزين أدفنجد ري من الدايموند. أوكي، عايزين تنتينيوم أنجل. تنتينيوم كنت تلاقيه. أيوه معايا 3. في حلقة الفضاء تقريبا لقيناه. فماشي كونتينيو. في حاجة ايه ناقصنا تاني؟ خدت كونتينيو 2 3 دايموند. تمام، معانا دايموند السيرفر يكفي السيرفر كله. فدلوقتي عايزين ايه تاني؟ عايزين اللي ده تري رتمة صنع من ايه ده شوية. ثواني نصنع ده الأول. هو ده رايت ايرون انجد. تمام، وعايزين الريد بلاي. فاحنا دلوقتي عايزين تقريبا صندوق الموارد ده 10 هنا في فحم الذكاء ده. حط نص هنا، حط نص في الجنريتور. ما شافش الحلقة اللي فاتت شباب، طبعا صنعنا الجنريتور رحنا الفضاء يروح يتفرج عليها. فدلوقتي بنطبخ التين. دلوقتي عملنا التين انجت، عملنا ال6. تمام، فدلوقتي هنصنعه ايه تاني؟ احنا كده بنبني الناحية التانية دي. فعايزين نعمله كده 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 كده. طلعنا 4 من السيل دي لتموس دي امبلتي. اوكي، فعشان نعمله معنا امبلتي وكلي داست. كلي داست ده بيتصنع من ايه؟ كليدوس حاجات معقدة يا شباب. فهصنع الليتموس باتري وهرجع له. طبعا يا شباب بعد ما خلصت صناعة، طبعا دي أخدت وقت مني كبير جدا يا شباب. بعد ما خلصت صناعة الليتموس باتري. تمام، فهشرح لكم ازاي صنعتها وعملتها. فدلوقتي أنا عملت الآلة دي بس بينج ماشين. طبعا دي آلة صعبة جدا في صناعتها، خدت مني وقت كتير. رحلة للشباب. تمام، ايه ده؟ معرفش محمد بيعمل ايه. علينا. فدلوقتي عشان اقول ازاي انا عملت الآلة دي. طبعا جبنا الليتموس بيبر. عمل لي ازعاج، خلي بالك. هروح اديك لمحمد. خد يا عم الكروي بتاعي ده عامل لي ازعاج يا عم. فما علينا. دلوقتي هنرجع اشرح لكم ازاي عملت الآلة دي يا شباب. عملت الليتموس باتري. تمام، دخلت على
Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. ازاي عملت الليتموس باتري دي؟ فمن الآلة دي دخلت على الليتموس باتري، فجات لي الآلة دي، صنعت الآلة دي يا شباب، وعملت ألمنيوم بليت من الهامر اللي احنا عملناها في الحلقة اللي فاتت لما طلعنا الفضاء، وليتموس سيل لقيتها عند الشباب. مش عملنا دي، فناقصنا ايه دلوقتي من الكاري. تمام، فهنشوفه معانا 2 من الأور ده. تمام، فعايزين ماشي، احنا لسه ما صنعناش ده، عايزين الدري، عايزين جوه الدري. تمام، فعايزين الريد بريتس البطري دي، ما تعبين معانا في الصندوق، معانا حبة حلوين، معانا 3 رابر. معايا تاني، معايا 5 شباب، حلو. تمام، فدلوقتي احنا عايزين دي، عايزين ديت انجت وريد ستون. البيت معانا، ريد ستون معانا، حلو جدا. فهنروح نحلله الريد. تمام، هنا فدلوقتي بعد ما حللنا ال5 عملنا ريد سيل باتري. طبعا دي مش لازم نشحنها، هنعملها على طول. تمام، عايزين الفايت ايرون، ايزي جدا، معانا ايرون. فنروح برضه نحللوه عشان يطلع لنا الفرايد ايرون تقريبا من هنا او من الفرن العادي. لا، احنا مش عايزين ستيل، احنا عايزين الفرايد ايرون فعايزين فرن عادي. تقريبا احنا معناش فرن عادي، فهنجيب الايرون ونبدأ نحلله فين، جوه شوية فحم من هنا توين. تمام، ف دلوقتي هستنى الايرون تحلل. طبعا خشب خرافية بنعملها تطويرات، فدي بتحفر وتطلع لك بتطلع يعني الحاجة من تحت الأرض، الموارد الحاجات دي، بدل ما ننزل احنا نعملوا كيفنج ونتعبوا، دي هتطلع لنا الايرون والجوبر وكل حاجة كده. ف دلوقتي احنا عايزين دي فينجر، نضيفها كده. ماشي، ف عايزين فدلوقتي يا شباب هنصنعوا اسمها بيزك دري. صنعنا بيزك دري، تمام. فهنخش على صنعنا ادفنجر دري، والحاجات دي معقدة جدا. دلوقتي عايزين تاني عايزة استرن، فدلوقتي عايزين دول، وعايزين ادفنجر تاني من دي. تمام، فعشان احنا عايزين ستيل. اوكي، صنعنا ستيل انجت. هصنع طريقة تصنيعه قدامكم دلوقتي عشان تفهم. عايزين هامر ايرون. اوكي، عايزين ايرون، عايزين ستيكات يا اسطى، بامب، صنع بامب، ماشي، صنع بامبو. اوكي، صنع الهامر. طبعا الهامر دي اللي بقولكوا عليها يا شباب، دي اللي احنا استخدمناها في الحلقة اللي فاتت، وعملنا منها الحاجة بتاعت الفضاء. فدلوقتي عايزين بسرعة، عايزين الفرايت انجت، نحط كتير. هبدأ أصنع الحاجات دي وأرجع لكم يا شباب. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما صنعت الاتنين دول الآلات. تمام، فتصنع منهم برضو فدلوقتي نقدر يا شباب أخيرا طبعا هشرح لكم ازاي انا صنعت الاسفنجر ماشين. طبعا دوس يو لا مش دي. تمام، الاسفنجر ماشين يا شباب بتيجي من الفرايت انجل تقريبا. بعد ما تصنعوا دي الاسفنجر ماشين بتيجي دي، بعد ما تصنعوا دي ايوه هنا كده، ونحطوا ادفنجر الوي بليد، والوي بليد هنا، وكاربت بليد وكاربت بليد هنا. طبعا الحاجات دي طبعا متوفرة عندنا عند الشباب. تمام، فدلوقتي وكسترا دي عملنا دويد من الخشب. تمام، وبيزك ماشين فرايت ايرون انجل بتتحط في الفرن. وهنا الكتريك دي بتصنع من الفرايت انجل من ريدستون. تمام، وكوبر كابل ده. تمام، ودلوقتي شباب نقدروا نصنعوا والآلة. وأخيرا يا شباب هي دي الآلة اللي بيقولوا عليها اللي بتفرق 3 في 3. طبعا هي دي شباب الآلة. طبعا دراج كان واقف جنبنا مش عارف فين، فهي دي الآلة يا شباب. تمام، أهلا دراجو، هي دراجو مش ده دراجو ريند اوف دراجون دلوقتي يا شباب. لا حاجة غريبة هنا دي. هاتها. هي دي شباب دراجون، لا مش عارف ايه دي، رين اوف تليبورت. تمام، فهي دي يا شباب، مش عارف ايه دي، حصل عليها. اوكي، ده تليبورت. ثواني. دراجون طبعا دي الحاجات دي متوفرة زي ما قلت كده. فاخدت واحدة من دي. دلوقتي دي الآلة يا شباب. فلو محمد دراجون عايز نروح
مش عارف نروح فين، فحطوها هنا. تمام. طبعا دي بتشتغل بطاقة تقريبا، في تطويرات هنا. فدلوقتي عشان تشتغل عايزين كواري تيوب، دي اسمها مش عارف ايه، فمش بيتصنع هنا، بيتصنع هنا. كواري اهي. تمام. هندوس عليها. عايزين ادفنجر الوي بليد. مين معاه كوبر يا جدعان؟ كوبر يا جدعان، معكش كوبر؟ كوبر يا اسطى، كوبر لا كوبر. بس رجعنا، هتعملها تاني هتاخد باقي حبيبي يا اسطى. فدلوقتي الشباب عندنا آلتين. تمام. محمد دلوقتي بوظ السيرفر. فدلوقتي الشباب عندنا آلتين، آلة دي الكمبريزر تمام اللي احنا بنصنعه بيه ده، فادفنجر الوي. طبعا عندنا انجل ده طبعا اقولها للمره الخامسه تقريبا، اتفرجت على حلقه الفضاء يروح يتفرج عليها، ده لسه جديد يا شباب، يشترك ويفعل زر الجرس. طبعا عندنا اهو ديش انجل، فاحنا لو حطيناه في الآلة دي بس عايزين طاقة، صح؟ طاقة فين؟ اوكي. رب يكون فيها رب يكون فيها كمان فيها. نو بليز من ضربة واحدة. فدلوقتي لو حطينا الدش هنا، فبيبدأ يا شباب بيعمل لها بليد. دي الفينجر الوي ده بيعمل لها بليد، بيتفعل لها الفينجر الوي. تمام. من الداش الفينجر الوي عندي افتح ملوش دعوة الداش يعني، ولا مش فاهم؟ معندهاش بليد. اوكي تمام شباب. ففي هنا في عشان في خطأ. تمام. انا بحث ده اللي هو ده، فلازم اروح اجمع اور تاني، فاروح اجمعه وهرجع له كشباب. فشباب بعد ما عملت التمانية فينجر الوي، طبعا لقيتهم عند حد في الشباب تقريبا لانهم في حتة. فبعد ما عملنا 8، فاحنا دلوقتي عايزين تير بليد معانا 3. تمام كده مظبوط. هنروح عند تمرين الآلة دي شغال بالطاقة، فيا رب يكون فيها طاقة. ماشي، في طاقة هنا. فلو حطينا ده هنا في النص، هنا كده المفروض يعني تطلع الرينج. تمام. هي دي قالت بتعمل يا شباب، فبتبدأ تعمل بالطاقة للرولينج هنا، وتبدأ تحمل تعمل طلع لنا طلع لنا كواري تيوب يا شباب اهو. تمام. فنعمله كمان واحدة. عملنا 16 يا شباب كده. فان شاء الله في الحلقه الجايه هبدا اكمل. كل مره اقول في الحلقه الجايه، فتقريبا هكمله النهارده. فبعد ما اكمله شباب هنبدا ننقل كل الالات في مكانها. طبعا عملنا 16، فاحنا عايزين دلوقتي الآلة دي. تمام. ف فين بقى الكمبريسور بتاعنا؟ افتح هي الآلة هناك، قلت حد أخدها، فهي دي الآلة. شارجت كي مبتشحنش، تقريبا عايزة الطاقة اللي تحت عشان تشحن. فكده بتشحن يا شباب، أيوة كده بتشحن. فإن شاء الله في الحلقة الجاية هبدأ أكملها. طبعا هي بتشحن هتاخد وقت كتير جدا، والحلقة وصلت تقريبا ساعة يا شباب، ولسه في مونتاج ليها. فبس كده يا شباب وصلنا لنهاية الحلقة. فإن شاء الله في الحلقة الجاية هبدأ أكملها يا شباب وأفرجكم عليها. فإن شاء الله في أول الحلقة كده، بعد كده نخش في حاجات تانية جديدة. فبس كده يا شباب، متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان